أسئلة الدرس الأول التفكير الإنساني. السؤال الأول: قامت الهيئة العامة للمواصلات بوضع آليات لإنشاء عدد من الكباري والطرق العامة بحلول عام 2030 في العديد من المناطق، يجسد ما سبق إحدى الحالات التي تثير النشاط العقلي الإنساني، وهي تذكر الماضي، التخطيط للمستقبل، تنظيم التفكير، حل المشكلات. احنا قلنا تعريف تخطيط المستقبل: عندما ينظر الفرد إلى مستقبله الدراسي والمهني ويحدد أهدافه ويضع خطة لحياته. هنا الهيئة العامة للمواصلات عملت إيه؟ وضعت خطة للتنمية لإنشاء عدد من الكباري والطرق العامة بحلول عام 2030. تبقى الإجابة إيه؟ التخطيط للمستقبل. الشخص الذي يستطيع السيطرة على الحاضر هو الذي لديه القدرة على التعليم من أخطائه السابقة. يعكس ذلك إحدى الحالات التي تثير النشاط العقلي للإنسان، وهي تنظيم التفكير، التخطيط للمستقبل، تذكر الماضي، حل المشكلات. احنا قلنا تعريف خبرات الماضي أو تذكر الماضي: عندما يتذكر الفرد ما تعلمه أو ما حدث له في الماضي. هنا الشخص بيعمل إيه؟ بيتعلم من أخطائه السابقة. تبقى الإجابة تذكر الماضي. كلمة خطر المكتوبة على أي مكان تتجمع فيه الأسلاك الكهربائية تشير إلى معنى معين، وهو أن لمس هذه الأشياء سيعرض الإنسان للموت. توضح العبارة إحدى خصائص التفكير الإنساني، وهي أنه يعبر عنه بشكل لفظي أو رمزي يدل على خصائص الشخصية، مرتبط بالنشاط العلمي، إدراك القوانين الخاصة. احنا قلنا يعبر عنه بشكل لفظي ورمزي. يعني ايه؟ يعني ان الفكرة واللغة وجهان لعملة واحدة. هنا عبر عن مكان تجمع الأسلاك الكهربائية بكلمة ايه؟ بكلمة خطر المكتوبة. يبقى هنا الفكرة عبر عنها بكتابة كلمة خطر على مكان تجمع الأسلاك الكهربائية. تبقى الإجابة يعبر عنه بشكل لفظي ورمزي. استخدم عامل البناء لمادة السليولوز لعزل أسطح المنازل لمعرفة أنها تمنع تدفق الهواء. من خلالها نستخلص من ذلك إحدى خصائص التفكير الإنساني، وهي أنه إدراك للقوانين العامة، يدل على خصائص الشخصية، نشاط مادي، تعبير لفظي رمزي. احنا قلنا إدراك القوانين العامة إن الفرد يكون مدرك للقوانين لحل المشكلة، زي الكهربائي اللي بيقف على كرسي خشبي لأنه مدرك إن الخشب بيمنع توصيل الكهرباء. هنا عامل البناء استخدم مادة السليولوز لعزل أسطح المنازل. ليه؟ لإدراكه أنها تمنع تدفق الهواء. تبقى الإجابة إدراك القوانين العامة. رحلة الطموح تظهر نتيجة الاهتمام والرغبة والسعي في تحقيق الطموح والتعامل باجتهاد حتى الوصول. تعكس المقولة السابقة أهمية التفكير في تحقيق الصحة النفسية، القدرة على التحليل والتقويم، المنفعة العلمية للفرد، المنفعة العامة. احنا قلنا تعريف المنفعة العلمية للفرد ايه؟ قدرة الفرد على خوض مجال التنافس. تبقى الإجابة المنفعة العلمية للفرد. قيام المعلم بتصميم خرائط ذهنية تساعد الطلاب على فهم أفضل للمنهج. يعطي ذلك مثالا على إحدى الحالات التي تثير النشاط العقلي، وهي التخطيط للمستقبل، حل المشكلات، تذكر الماضي، تنظيم التفكير. احنا قلنا منظم التفكير يعني ايه؟
الشخص القادر على تحديد وترتيب أفكاره. وقلنا مثال الطالب اللي بيعمل جدول للمذاكرة، هنا المعلم بيعمل خرائط ذهنية تساعد الطلاب على فهم أفضل للمنهج. يبقى المعلم عمل إيه؟ نظم ورتب أفكاره. تبقى الإجابة تنظيم التفكير. وضح العالم الكبير أحمد زويل أثناء لقاء تلفزيوني كيف أثرت طفولته وتنشئته الاجتماعية على حياته وأفكاره. يطبق الموقف إحدى الأنشطة العقلية التي يقوم بها الإنسان، وهو قيام الفرد بترتيب أفكاره، استرجاع الفرد لخبراته السابقة، محاولة تجاوز المعضلات، وضع تصورات لآماله وأحلامه. احنا قلنا تذكر الماضي عندما يتذكر الفرد ما تعلمه أو ما حدث له من خبرات في الماضي. أحمد زويل بيسترجع طفولته وتنشئته الاجتماعية. تبقى الإجابة استرجاع الفرد لخبراته السابقة. يرى العالم الفريد أن التفكير بطريقة منطقية ومتعمقة تصاحبه حياة وجدانية هادئة واتجاهات سلوكية خالية من أي اضطراب أو سلبية. نستخلص مما سبق أهمية التفكير في تحقيق المنفعة العلمية، الصحة النفسية، المنفعة العامة، القدرة على التحليل والنقد. احنا قلنا التفكير الجيد يساعد على الصحة النفسية، ويكون الفرد خالي من المرض النفسي أو الاكتئاب. تبقى الإجابة الصحة النفسية. تذكرك لدرس كان وأخواتها أثناء الامتحان في مادة اللغة العربية يطبق الموقف السابق إحدى الحالات التي تثير النشاط العقلي، وهي الرجوع للماضي، حل المشكلات، تنظيم التفكير، التخطيط للمستقبل. احنا قلنا تذكر الماضي عندما يتذكر الفرد ما تعلمه أو ما حدث له من خبرات في الماضي. يبقى الإجابة الرجوع للماضي. تصدى الإمام محمد عبده للتواكل في عصره، وكان يدعو الأمة للعمل ورفض التأثير باتجاهات الآخرين، واستطاع مواجهتها بأدلة منطقية. نستخلص من موقف الإمام محمد عبده أهمية التفكير الإنساني في تحقيق الصحة النفسية، المنفعة العامة، المنفعة العلمية، القدرة على التقويم والنقد. هنا الإمام محمد عبده عمل إيه؟ استخدم مهارات لحل المشكلة اللي هي التحليل والتقويم والنقد. تبقى الإجابة القدرة على التقويم والنقد. عندما تفكر في السفر إلى الخارج وتقوم بالتقديم للحصول على منحة للسفر لتلتحق بوظيفة بإحدى الشركات العالمية، فإنك بذلك تكون قد مارست إحدى الأنشطة العقلية، وهو استرجاع الخبرات السابقة، القيام بتنسيق التفكير، حل الأزمات، وضع تصورات مستقبلية. لازم تعرف تعريف كل واحدة. يعني استرجاع الخبرات السابقة ده إيه؟ تذكر الماضي. القيام بتنسيق التفكير ده إيه؟ منظم التفكير. حل الأزمات ده إيه؟ حل المشكلات. وضع تصورات مستقبلية، التخطيط للمستقبل. تعريفه إيه؟ عندما ينظر الفرد إلى مستقبله الدراسي والمهني ويحدد أهدافه ويضع خطة لحياته. تبقى الإجابة إيه؟ وضع تصورات مستقبلية. إن نجاح الفرد هو محصلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوما بعد يوم، يؤكد ذلك على أهمية التفكير في تحقيق المنفعة العملية، الصحة النفسية، المنفعة العامة، القدرة على النقد. احنا قلنا المنفعة العملية هي قدرة الفرد على خوض مجال التنافس. تبقى الإجابة المنفعة العملية. اوعى تتلخبط بين المنفعة العملية والمنفعة العامة. المنفعة العملية خوض مجال التنافس. المنفعة العامة تساعد الأفراد على إصدار أحكام لحل المشكلات. قامت إحدى الشركات بدمج جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم
في منظفات غسيل الملابس حتى يتم تغليف الثياب به والحد من تلوث الهواء وإضراره على المواطنين. يعبر المواقف السابقة عن أهمية التفكير في تحقيق المنفعة الخاصة، المنفعة العامة، الصحة النفسية، القدرة على النقد. احنا قلنا المنفعة العامة هي ايه؟ يساعد الأفراد على إصدار أحكام لحل المشكلات. تبقى الإجابة المنفعة العامة. إن أرفع درجات القيادة البشرية هي معرفة مسايرة الظروف وخلق سكينة وهدوء داخلي على الرغم من العواصف الخارجية. تعكس العبارة أهمية التفكير في تحقيق المنفعة العامة، الصحة النفسية، المنفعة العلمية، القدرة على النقد. احنا قلنا تعريف الصحة النفسية ايه؟ التفكير الجيد يساعد على الراحة النفسية ويمكن الفرد من التكيف مع الأحداث والمتغيرات. تبقى الإجابة الصحة النفسية. لكي ينتقل الفكرة من شخص لآخر ومن جيل لجيل لابد من وجود أداة لنقل الأفكار، وذلك عن طريق المفردات والمعاني المتعارف عليها بين الأفراد. نستخلص من العبارة إحدى خصائص التفكير، وهي أنه يعبر عنه بشكل لفظي رمزي، إدراك للقوانين العامة، نشاط عقلي إنساني مرتبط بالنشاط العملي. احنا قلنا الفكرة واللغة وجهان لعملة واحدة، وقلنا مثال الشاعر بيعبر عن أفكاره عن طريق القصائد. تبقى الإجابة يعبر عنه بشكل لفظي ورمزي. صرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن الوزارة وضعت مشروع قومي لإنشاء مدن جديدة بحلول 2050 على مستوى الجمهورية. نستخلص مما سبق إحدى الحالات التي تثير النشاط العقلي، وهي تنظيم التفكير اللي هو منظم التفكير، التخطيط للمستقبل، حل المشكلات، تذكر الماضي. لازم تكون عارف تعريف كل واحدة. يعني التخطيط للمستقبل عندما ينظر الفرد إلى مستقبله الدراسي والمهني ويحدد أهدافه ويضع خطة لحياته. هنا الحكومة بتعمل إيه؟ تضع خطة لإنشاء مشروع لإنشاء مدن جديدة بحلول عام 2050. تبقى الإجابة إيه؟ التخطيط للمستقبل. مداومة المزارعين على عمليات الحرث وتقليب التربة جيدا، وذلك لمعرفتهم أن ذلك يعرض بيض الآفات لأشعة الشمس التي تعمل على جفافها وموتها. يطبق إحدى خصائص التفكير حيث أنه يدل على خصائص الشخصية، تعبير لفظي رمزي، يعطي القدرة على التحليل، إدراك القوانين العامة. احنا قلنا في إدراك القوانين العامة هو إدراك الفرد لقوانين حل المشكلة، زي الكهربائي اللي بيقف على كرسي خشبي لأنه مدرك إن الخشب مش هيوصل كهرباء. هنا المزارعين يقوموا بعمليات الحرث وتقليب التربة جيدا. ليه؟ لأنهم مدركين إن ذلك يعرض بيض الآفات لأشعة الشمس التي تعمل على جفافها وموتها. تبقى الإجابة إدراك القوانين العامة. يقول ويليام شكسبير: من باب الأدب استمع جيدا، ومن باب الاحتياط لا تصدق كل ما يقولون. تعكس المقولة أهمية التفكير الإنساني من حيث القدرة على التحليل والنقد، الصحة النفسية، المنفعة العلمية للفرد، المنفعة العامة، مهارات حل أي مشكلة، التحليل والنقد والتقويم. هنا بيقول لك ويليام شكسبير من باب الأدب استمع جيدا، مهارة التحليل، ومن باب الاحتياط لا تصدق كل ما يقولون، مهارة النقد. تعكس المقولة أهمية التفكير الإنساني من حيث القدرة على التحليل والنقد.